يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح النشاط، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا على عيونكم يا أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. صباح جديد ويوم جديد وروتين جديد زي القمر. أتمنى إن الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه لو أي حاجة بسيطة أو يشجعكم إن انتوا تقوموا تشوفوا اللي وراكم. لو انتي أول مرة تشوفي قناتي متنسيش تشتركي عندي في القناة وتعملي تفعلي زر الجرس على كل عشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بنزله، وتسيبيلي كومنت حلو منك عشان يشجعني ان انا اصور وانزل فيديوهات كتير جدا. بدأت يومي معاكم النهارده بالقهوه طبعا عشان نفوق اول ما بنصحى من النوم كده القهوه. عملت فنجان قهوه باللبن، بحبها جدا، بحب اشربها الصبح. وعملت كمان جنبها سندوتش فينو كده حلاوه، حاجه كده مسكره تدينا باور على الصبح. طبعا ده مش الفطار بتاعي في العادي خالص. الكلام ده كان قبل ما ابدا دايت، انا حاليا بعمل دايت فخلاص وقفت كل الكلام ده، مبقاش فيه عيش خالص او فينو. بس يا بنات بعد ما فطرت بقى وقعدت كده استجميت شوية مع نفسي بحاول افوق كده. دخلت طبعا على المطبخ عشان اشوف الغدا، بحب ابدأ احضر الغدا بتاعي بدري بدري. هنا كنت هعمل فرخة كده بلدي صغننة، فعملت الرز بتاع الحشو بتاعها. جبت حوالي كوباية صغيرة كده من الرز، وبحط عليها معلقة حلوة كده من السمنة البلدي، وبنزل عليها بحبة مية صغيرين، يعني مش عايزاه يستوي قوي، يعني عايزاه يعني نص سوا كده بالظبط. وبنزل عليه برشة فلفل اسود ورشة ملح ورشة كده من بهارات انا بعملها بحطها في الشوربة وبحطها في اي نوع من انواع الفراخ عشان ما يبقاش ليها اي ريحة زفارة او حاجة. انتوا عارفين طبعا الفراخ البلدي يعني في فراخ كده معينة بيبقى ليها ريحة شوية. بس فلا انا ولا الاولاد عندي بصراحة بنحب نشم الريحة دي في الفراخ خالص، فالبهارات دي بتضيع الريحة تماما خالص. بس فانا يا دوب شربته كده وفضلت اقلب فيه لحد ما تشرب المية بتاعته، وبتبقى ريحته اصلا بصوا قلب الدنيا. السمنه البلدي مع الفلفل الاسود والبهارات دي بتبقى ريحه الرز بتاع الحشو ده حلو جدا. انا عايزه اقول لكم ان الرز ده من حلاوته يتاكل كده وتتساب الفراخ اصلا يعني. بس بعد ما عملت الرز جبت طبعا الفرخه عندي كنت غسلاها ومظبطاها. خدتها على طول حشيتها والرز كان سخن اصلا لسه يعني، ما استنيتوش يبرد ولا حاجه. كنت عايزه انجز نفسي بسرعه كده قبل الولاد ما يبداوا فقره الزن بتاعهم، يعني اكيد انتوا عارفينها. بس فعملت بسرعة بسرعة وعلقت الفراخ دي. طبعا دلوقتي هتلاقوني بعمل اللي هي الفراخ البلدي دي. الفرخة البلدي دي طبعا لينا انا والولاد، انما جوزي لا طبعا ملوش في الفراخ البلدي دي خالص، فعملت حاجة تانية جنبها، عملت صدور فراخ مشوية، فهتلاقوني برضو بعملها دلوقتي معاكم. بس انا هنا بقى بعد ما غسلتها رحت حشيتها، ومعلش طبعا على المنظر يعني ايديا ملسوعة كتير جدا من النار، اكيد كلنا بنقف في المطبخ ومجربين موضوع اللسعة ده. فمعلش انا لازم احشي بايدي، ما حدش يقول لي البسي جوانتي ولا الكلام ده، لا لا، انا الفراخ لازم احشيها بايدي معلش يعني، وبعدين احنا اللي هناكل يعني. بس فحشيتها كده بسرعه وحطيتها بقى في الشوربه في الميه يعني بتاعتها على النار. وعايزه اقول لكم على حاجه انا بعملها في الشوربه حلوه جدا جدا. انا الشوربه بتاعتي مش بحط فيها ولا بصل ولا جزر ولا طماطم ولا توم ولا كل الهري اللي بيتحط ده. انا بكتفي بالبهارات اللي انا بعملها، بجيب حبهان وبجيب قرنفل وبجيب حبة البرك ورق لورا، سوري ورق لورا، ورق لورا وحبهان وقرنفل وحبة ملح وحبة روزميري. بطحن كل ده في الكبة، هيديكي احلى ميكس بهارات تحطيه في اي شوربة، تحطيه على فراخ، تحطيه على لحمة، تحطيه على اي حاجة، هيطلع لك احلى شوربة ممكن تاكليها في حياتك. اقسم بالله انا الفراخ البيضة دي عندي بعملها بتبقى الشوربة بتاعتها ملهاش حل، لدرجة ان انا مش برمي. انا زمان على فكرة كنت بعمل الشوربة دي، الفراخ بالشوربة دي كنت برمي الشوربة على طول، ما كنتش بستخدمها اصلا. معلش الولاد طفوا النور عليا فعشان كده الدنيا ضلمت شوية. بس علقت على الفراخ بقى وقلت نشوف هنعمل كمان. كان عندي خزين بقى علب من القشطة محوشاها من وش اللبن، بعمل منها سمنة بلدي. وبصوا هو ده قمة التوفير بقى، قمة التوفير بجد اقسم بالله. بجيب علب القشطة دي يعني بحوشهم كده يبقوا 3 علب او 4 علب، وبعملهم بفضل اضربهم بالمضرب لحد ما يفصلوا ويعملوا زبدة، بكورها واسيحهم، بتبقى احلى سمنة بلدي ممكن تاكليها في حياتك. بجد انا من يوم ما بدأت اعمل كده، انا بقالي سنين مش بشتري سمنة بلدي، بعمل الحركة دي دايما.
وفعلا بتطلع لي سمنه بلدي حلوه جدا، ريحتها وطعمها غير اللي بنشتريها من بره خالص. بس وحاجه صحيه وتعتبر حاجه ببلاش، احنا كده كده كلنا بنجيب لبن. على فكره يا بنات انا عاملاها يعني انا بجيب اصلا لبن جاموسي بس بخيره مش بقري، فبيطلع وش لبن ما شاء الله. بغلي اللبن وببيته في التلاجة، وتاني يوم الصبح بروح شايل الوش بالمصفى كده، بيبقى ما شاء الله يعني طبقة حلوة جدا. تفضلي بقى تحوشي فيه، واهم حاجة يتحط في الفريزر عشان لو ساب في التلاجة من تحت بيحصل له زي تعفن كده على الوش، ما بيبقاش احسن حاجة يعني. بس طبعا هي بتاخد وقت بالمضرب، يعني انا مش هكذب عليكم واقول لكم ان هي 5 دقايق وبتفصل، لا 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 خالص. انا بصوا انتوا، انا مصوره لكم الفيديو بالظبط، يعني انا مش جايباها كلها ورا بعض، انا زي ما انا كنت بعمل اللي هو بضرب شويه واروح اعمل اكل، بضرب شويه واروح اشوف الغدا، بضرب شويه مش عارفه اروح اعمل ايه كده يعني. بس رحت بقى قلت اعمل الصدور الفراخ المتشوحه دي برضو اعملها معاكم، اللي هي صدور البانيه، بس احنا مش بنعملها بانيه، بعملها متشوحه. بنزل بمعلقه سمنه وبنزل فيها صدور الفراخ واديها رشه فلفل اسود، رشه كزبره، رشه بابريكا، ورشه من البهارات اللي انا قلت لكم عليها اللي هي ورق اللورا والحبهان والحاجات دي. معلش صوت الموتوسيكل بشع، سوري يا جماعه معلش. بس بعد بقى ما بتبدا تاخد صدمه كده الفراخ واقلبها الناحيه التانية، بنزل بحبه توم، بقى حبه توم حلوين، تبقي مقشره كام فص توم كده وتنزلي بيهم عليها، بيدوها طعم وريحه يعني، بتبقى في حته تانية خالص خالص. اللي جرب طريقه صدور الفراخ دي بالطريقه دي مش هياكل البانيه اصلا تاني، يعني فرق كبير بصراحه بين دي وبين البانيه التاني. او يمكن كل حاجه يعني، كل حاجه وليها حاجتها مش عارفه، بس دي انا بحسها اخف وطعمها احلى بكتير. بس بعد ما بعملها كده وبنزل بقى بالثوم عليها، وبحط لها حبه ميه عشان انا بجيب الفراخ عندي بجيبها كبيره، يعني كبيره كبيره في الوزن سوري، بجيبها 3 أو 3 وشويه، فبيبقى الصدر ما شاء الله مليان، فبخاف احسن ما يستويش. فبعد ما بتاخد الصدمه كده واقلبها بروح نازله عليها حوالي كوبايه او نص كوبايه ميه واغطيها، وبعد كده لما بتتشرب الميه دي بشوفها استوت تمام، ما استوتش برجع اضيف حبه ميه كمان. بس بقطع بقى التوم، طبعا التوم ده كده كده الايام دي التوم طازه ما شاء الله مال الدنيا، التوم الفريش ده بيبقى تحفه، بيخليها حلوه جدا. بس وبسيبها بقى بعد كده خلاص بقى تستوي مع نفسها، وبرجع اكمل تاني برضو في القشطه اللي انا بضربها دي. بصوا الفيديو هتلاقيه مليان والله، يعني يبان لكم ان هما بس يا دوب 10 دقايق او ربع ساعه، بس هو اليوم كان مليان، وتقريبا انا كنت اليوم كله واقفه في المطبخ بسبب موضوع القشطه اللي انا بعملها دي، ان هي اخدت وقت في الضرب واخدت وقت كمان على النار، يعني اخدت لها وقت طويل جدا على النار، لان انا بعملها على نار واطيه جدا عشان ما تتلسعش وتتحروق كده وما يبقاش طعمها حلو. يعني عايزه تاخدي سمنه بلدي حلو لما تيجي تسيحي الزبده، وطي النار وسيبيها تاخد وتدي براحتها كده على النار عشان تستوي كويس. السمنه بالذات لو ما استوتش كويس على النار، بمجرد ما تحطيه في البرطمان اللي انت بتسحبي منه تيجي تاخدي مثلا، تبصي تلاقيه عمل طبقه من التعفن كده من فوق، طبقه عفن كده بيبقى لونها اسود، ما بتبقاش حلوه يعني. وبتخلي كمان السمنه ريحتها تغير بسرعه، انا عندي السمنه ما شاء الله بتقعد بالشهرين والتلاته كمان، ريحتها ما بتغيرش خالص وبتبقى تحفه. لحد يعني انا عندي لسه سمنه بلدي اصلا، بس انا قلت ايه لقيتهم مالين الفريزر عندي كده، فقلت اطلعهم يفضوا مكان واعملهم يعني. بس وطلعوا عندي ما شاء الله، يعني حبه القشطه اللي انتوا شايفينهم دول طلعوا لي حوالي كيلو او كيلو ربع كمان من السمنه البلدي، يعني سمنه صافي بدون اي اضافات بدون اي حاجه، فده حلو جدا طبعا. بس زي ما قلت لكم انا ضفت لها بقى الميه وسبتها تاخد وتدي مع نفسها كده على النار خالص، مع نفسها بقى خلاص. لو انت وصلت لحد هنا ما تنسيش تسيبي لي كومنت حلو منك عشان يشجعني ان انا اصور وانزل فيديوهات اكتر واكتر. بصوا زي ما قلت لكم بقى رجعت بقى للقشطه بتاعتنا، ما خلاص بقى احنا مرناش حاجه النهارده، هي القشطه بقى لازم نعملها. فضلت اضرب فيها اضرب فيها كتير جدا لحد ما بصوا بدات تخرز ازاي، تحسوها بدات تتكور كده. وهوريكم دلوقتي كميه الميه او الخض اللي طالع منها قد ايه. هي مطلعه تقريبا حوالي
2 كيلو او اكتر كمان من اللبن الخض اللي هو الميه اللي بتطلع دي طبعا ما بتترميش، دي بتبقى كنز عندك تعجني بيها اي نوع من المعجنات، بتبقى حلوه جدا. بس يا بنات زي ما انتوا شايفين انا كده، بصوا هي بدأت هنا تفصل، بدأت تنطور حبة من المية، بدأت تعمل كده حواليا. والله على قد ما الموضوع بتاع القشطة ده بيبقى متعب شوية، على قد ما هو حلو. يعني انت بتاكلي حاجة نظيفة، حاجة صحية، حاجة انت عاملاها بايديكي مش جايباها من بره. الله اعلم بتاع بره ده بيتضاف له ايه او بيتعمل ازاي، فلا ده احلى بكتير طبعا. بس بصوا شايفين تحت المضرب كمية المية اللي طالعة دي قد ايه؟ هتشوفوا دلوقتي كمان وانا بكورها، بصوا عاملة ازاي اهو. انا بحاول طبعا اصفيها من المية شوية خالص، ورغم كده برضو والله اخدت وقت في السوى. يعني ما شاء الله بصوا هي مطلعة كمية، شايفين قد ايه؟ ما شاء الله الله اكبر يعني. بصي ما تستقليش خالص باي كمية لبن تجيبيها تطلعي الوش بتاعها وتقولي لا هعمل ايه ملوش لازمة. حوشيهم في الفريزر في اي علبة عندك، هتعملي والله كمية يعني. يعني انا في الاول كنت بعمل كمية كانت بتبقى صغيرة جدا اول ما بدأت في الموضوع ده يعني، بس بعد كده حبيت الموضوع وحبيت فعلا طعم السمنة دي، لقيت لا الطعم مختلف ويستاهل ان الواحد يتعب عشانه. بس يا بنات بدأت اكورها كده زي ما انتوا شايفين، طلعوا معايا ما شاء الله حوالي تقريبا 5 كور تقريبا. والمية اللي من تحت دي كان فيها بواقي برضو، رحت جيت بعد كده جبت مصفى وصفيتها كلها عشان اخد كل القشطة اللي فيها دي، الزبدة سوري. احنا خلاص هي قشطة وحولناها زبدة كده دلوقتي. بصوا بحاول اطلع كل الحاجات اللي فيها عشان مش عايزة اسيب اي حاجة حرام يعني. بصوا ما شاء الله عاملة قد ايه. انتوا الحلة مش ظاهرة لكم كويس بس لا يعني هي مطلعة كمية حلوة جدا. ما تنسيش يا قمرايه لو انتي وصلت معايا لحد هنا تسيبيلي كومنت حلو منك، ولو انتي مش مشتركة عندي في القناة ادخلي واشتركي عندي في القناة، ان شاء الله القناة تعجبك وتلاقي فيها حاجة تستفادي منها ان شاء الله او تشجعك على الاقل. بس يا بنات انا عملت كده وبعد كده رحت جبت مصفى بقى، صفيت باقي الحاجات اللي في اللبن دي، واخدت الحلة على طول حطيتها على النار عشان ابدأ اولع عليها. يعني اللي هي بقول لك اخدت وقت طويل لان انا كنت موطيه النار عليها جدا، فاخدت تقريبا ساعتين او اكتر كمان. يعني انا سبتها براحتها بقى، اللي هو خلصت الاكل وخلصنا الغدا وكل حاجه، وفي الاخر خالص رحت طفيت عليها. بصوا قد ايه ما شاء الله اهي. انا بقول لكم تقريبا 5 كور من الزبده، والطبق المليان ده كله كان من بتاع ده، من اللبن الخض اللي هو طالع من القشطه. ده بيبقى تحفه، تعجني بيه بيتزا، تعجني بيه شوريك اللي هو الفريسكا، تعجني بيه اي نوع من المعجنات، تعجني بيه قرص طريه فلاحي، بيبقى تحفه. بس لحد كده بقى الفيديو بتاعنا خلاص خلص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه او على الاقل شجعكم ان انتوا تعملوا كده. بصوا انا بسيبكم بقى مع منظر السمنه دي، الزبده وهي بتسيح، منظر بصراحه تحفه تحفه. وقولوا لي بقى مين بيحب المرته اللي بتطلع من السمنه دي، انا بعشقها بصراحه بحبها جدا. بس طبعا خلاص انا ما صورتش معاكم وانا بعبي السمنه، خلاص عبيتها مع نفسي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، توحشوني جدا، باي باي.